السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيتنا أبطال الصف الثالث الإعدادي، جيت لك يا بطل النهاردة بفرض الوحدة الثالثة اللي كنا بنتكلم فيها عن المبادئ علم الوراثة. عارف إن هي بتسبب مشاكل كتير لمعظم الناس، بس معانا إن شاء الله لو فهمتها وحبيتها هتوفر عليك كتير جدا في السنين الجاية. يلا بينا يا بطل نبدأ على طول. يلا يا ولاد صلوا على النبي. بص كده بقول لي إيه؟ بقول لي لاحظ الإنسان منذ آلاف السنين أن هناك نوعين من الصفات يا ولاد. في صفات يرثها الابناء من الاباء، وفي صفات تانية يا اولاد لا يرثها الابناء من الاباء. يبقى في صفات بتكون وراثيه تتنقل من الاباء الى الابناء، في صفات تانية لا تورث. طيب قال لي ايه؟ وقد اطلق على الصفات التي يرثها الابناء من الاباء اسم الصفات الايه يا اولاد؟ الوراثيه. يبقى الصفات اللي احنا بنرثها من الاباء اسمها صفات ايه؟ وراثيه. هنا بقى يا اولاد بقول لك ايه؟ وانما الصفات التي لا يرثها دي وانما تنشا نتيجه الخبره التي يكتسبها الايه يا اولاد؟ الفرد من البيئه اللي بيعيش فيها، وقد اطلق عليها العلماء اسم الصفات المكتسبه. طب ما بسرعه كده يا استاذ لخص لي حوار الصفات ده من قبل ما نبدا اصلا خالص الجزء بتاع الوراثه. يعني الصفات يا اولاد في منها نوعين، يا اما تكون صفه وراثيه يا اما تكون صفه مكتسبه. صفه وراثيه احنا خدناها من الام والاب، خدناها من الاباء. طب صفه مكتسبه احنا اتعلمناها او اكتسبناها من المنطقه اللي بنعيش فيها. تمام؟ زي مثلا السباحه. هل مثلا يعني انا ما بعرفش اعوم، هل لازم قطعا يبقى عيالي في يوم من الايام ما يعرفوش يعوم؟ لا، ملهاش علاقه. ملهاش علاقه، هي دي حاجه انت بتتعلمها، دي حاجه انت بتتعلمها. طيب بعرف العب كوره، هل مثلا لازم في يوم من الايام عيالي يكونوا بيلعبوا كوره؟ مش لازم، دي حاجه ايه؟ دي حاجه مكتسبه مش حاجه وراثيه. طيب فنبتدي يا اولاد بقى على طول تعريف الايه؟ تعريف الصفات المكتسبه. قال لك والله عندنا ايه هي الصفات الوراثيه؟ اول حاجه يا اولاد هي الصفات الايه؟ الوراثيه. قال لي الصفات الوراثيه هي الصفات التي تنتقل من جيل الى اخر. زي ايه يا اولاد؟ قال لي زي لون الجلد، ده حاجه بتنتقل من جيل لاخر. فصيله الدم وراثيه، لون الشعر وراثيه، عدد الاصابع، كل دي برضه صفات وراثيه. طب حضرتك لو رحت معايا كده على الجنب الثاني يا اولاد، عندنا بقى صفات اسمها الصفات الايه؟ الصفات المكتسبه. قال لي الصفات المكتسبه دي صفات غير قابله للانتقال، دي مش بتنتقل من جيل الى اخر. زي ايه؟ قال لي زي تعلم لعبه كره القدم، التحدث باللغات، تعلم المشي لدى الاطفال. تلاقي مثلا ام واب الاثنين مش بيعرفوا يقراوا ويكتبوا، وتلاقي ابنهم بيقرا او بيتكلم باكتر من لغه. فهي دي حاجه مش وراثيه، دي حاجه انت بتكتسبها عن طريق الخبرات والتعلم. طيب نخش على اللي بعده بقى يا اولاد. بقول لك هنا ايه بقى؟ جاب لك سؤال علل اهو، بقول لك تعلم المشي لدى الاطفال لا يعتبر صفه ايه يا اولاد؟ وراثيه. تعلم المشي لا يعتبر صفه وراثيه. ليه تعلم المشي مش صفه وراثيه؟ قال لك لانها صفه لا يرثها الابناء من الاباء، وانما تنشا نتيجه الخبره التي يكتسبها الايه يا اولاد؟ من الفرد، او التي يكتسبها الفرد من البيئه اللي بيعيش فيها. مثال بسيط خالص يا اولاد بحب اقوله في الحته دي يعني بالذات. عارفين انتوا الفيلم الكرتون بتاع طرزان؟ طرزان ده المفروض بني ادم، هو اما راح عاش في الغابه. احنا المفروض ان احنا ربنا ميزنا ان احنا بنمشي على رجلينا بس، هو ما راحش في الغابه بيمشي زي القرود على ايديه وايه يا اولاد؟ ورجليه. يبقى هو دي حاجه اكتسبها ولا حاجه ورثها؟ لا، هو حاجه اكتسبها. هو كان بيمشي عادي على رجليه، بس اما عاش مع دول بيمشوا على ايديهم ورجليهم بقى بيمشي على ايديه ورجليه. يبقى تعلم المشي المشي على رجلينا ده صفه وراثيه ولا مكتسبه؟ لا، ده صفه انت بتكتسبها، حاجه احنا مش بنورثها. تلاقي العيل في الاول يبدا يحبي، بعدين يبدا يسندوه شويه وتاتا تاتا ويلا يا حموده ونسقف له، وخطوه بخطوه تلاقي بعد كده اتعلم وبدا ايه؟ وبدا يمشي. طيب قال لك بعد كده يا اولاد بقى يسمى العلم الذي يدرس الصفات الوراثيه في الكائنات الحيه والقوانين اللي بتتحكم في كيفيه انتقالها بعلم الايه؟ بعلم الوراثه. يبقى العلم يا اولاد اللي بيعرفني ازاي الصفات بتنتقل وازاي نتحكم فيها وهكذا، او ازاي بيعرفني كل الحاجات الخاصه بالصفات، هو اسمه علم الايه؟ الوراثه. ده العلم الذي يفسر اوجه التشابه والاختلاف في الصفات الايه يا اولاد؟ الوراثيه بين افراد النوع الواحد من خلال قال لك دراسه كيفيه انتقالها من جيل الى اخر. يبقى العلم يا اولاد اللي هيدرس لي اوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثيه من جيل لاخر ده بنسميه علم الايه؟ ده بنسميه علم الوراثه. جاب لي بعد كده يا اولاد نقاط احنا خدناها في سنه ثانيه اعدادي. قال لك والله اتكلم معاك شويه عن الزهور عامه او الازهار. الازهار يا اولاد المفروض انك في ثانيه اعدادي خدت ان في زهره مذكره، وفي زهره ثانيه يا اولاد بتبقى مؤنثه، وفي زهره ثالثه اللي هي الزهره اللي هي يا اولاد؟ الزهره الخنثى. الزهره المذكره دي كان عندها 3 محيطات زهريه اللي هم كانوا مين يا اولاد؟ كان الكأس والتويج والطلق. انما المؤنثه عندها برضو 3 بس، مين؟ كأس وتويج ومتاع. يبقى هنا في طلع هنا في متاع. المذكره عندها عضو التذكير الطلع، انما المؤنثه عضو التأنيث المتاع. انما الزهره المخنثه او الخنثى يا اولاد دي زهره بتحمل اعضاء التذكير وتحمل برضو اعضاء الايه يا اولاد؟ التأنيث. عندنا بقى التلقيح في منه نوعين، يا اما يكون التلقيح ذاتي يا اما التلقيح اللي هي يا اولاد؟ الخلطي. قال لك الذاتي هو انتقال ايه يا اولاد؟ حبوب اللقاح اللي هي الامشاج المذكره
يبقى حبوب اللقاح دي الامشاج اللي هي يا اولاد المذكره. قال لي تنتقل من متك زهره الى مياسم نفس الزهره او زهره اخرى على نفس الايه النبات. بصوا يا اولاد، لو الحبوب اللقاح انتقلت من زهره من المتك بتاع الزهره لميسم نفس الزهره، او من متك زهره لمياسم زهره ثانيه بس معاها على نفس الزهره او معاها على نفس الفرع بتاع النبات ده، يبقى ده تلقيح ذاتي. يبقى لو كانوا الاثنين في نفس النبات يبقى تلقيح ذاتي. طب لو انتقلت من زهره على فرع نبات لزهره اخرى ثانيه بعيد عنها، يبقى في الوقت ده يا اولاد التلقيح يبقى اسمه تلقيح ايه؟ خلطي. يبقى التلقيح كام نوع؟ اثنين، يا اما ذاتي يا اما خلطي. عندنا بقى يا اولاد جاب لك نبذه برضه عن مؤسس علم الوراثه. قال لك مندل هو مؤسس علم الوراثه، يعتبر العالم النمساوي جورج مندل هو مؤسس علم الايه يا اولاد؟ جورج مندل هو مؤسس علم الوراثه. ليه بقى؟ قال لك لان الدراسه العلميه للوراثه بدات مع تجاربه على نبات الايه يا اولاد؟ البازلاء. حد هيقعد بقى دلوقتي يقول لك اشمعنى البسله؟ هقول لك دلوقتي ليه اشمعنى البسله. طيب، وبناء على النتائج اللي طلعت له يا اولاد بقى، قال لك التي توصل اليها تجمع لدى العلماء الوراثه الكثير من المعلومات. يبقى هو عن طريق التجارب اللي هيقعد يعمل فيها تقريبا 8 سنين هيطلع له شويه معلومات. بعد كده العلماء هياخدوا المعلومات دي يبداوا بقى يحطوا ايه؟ يقسموا بقى العلم بتاع الايه؟ الوراثه. بس مين اللي حط الاساس؟ هو مندل. طيب، بعد كده يا اولاد قال لي اشمعنى البسله يا عم مندل؟ قال لك والله في شويه حاجات بيميزوها. اول حاجه يا اولاد سهوله زراعه النبات وسرعه نموه، سهل ازرع البسله وكمان نموها بيكون سريع. طيب بعد كده يا اولاد بيقول لي كمان نبات البازيلا ده او البازلاء ده بيتميز ان كسر دوره حياته. الدوره اللي بنقدر يعني بنزرعه يا اولاد مش نبات مثلا بيقعد سنه عشان يطلع 6 شهور، لا ده بياخد مده قليله وبيطلع تاني على طول. يبقى بتزرعه بعد مده على طول، بتقدر تحصد منه بعد فتره صغيره. يبقى كسر دوره ايه يا اولاد؟ كسر دوره حياته للحصول على نتائج ايه يا اولاد؟ سريعه. عايزين عدد كبير. شويه كده هقول لك ان مندل اشتغل على 24000 نبته بازلاء، 24 قرن بسله، فهو محتاج عدد كبير جدا. يبقى محتاج نبات يا اولاد الدوره بتاعته بتاخد مده عقبال ما النبات يطلع ولا لا حاجه سريعه؟ لا، هو محتاج حاجه سريعه. يبقى اشمعنى اسباب اختيار مندل لنبات البازلاء؟ خدنا اثنين. اول حاجه سهوله زراعته وسرعه نموه، ثاني حاجه كسر دوره حياته، وان ازهار النبات يا اولاد عنده بيكون ايه؟ خنثى، بالتالي يمكن تلقيحها ذاتيا وسهوله تلقيحه صناعيا، يعني حتى لو جينا نلقحها صناعي بيكون سهل. يبقى كده كام حاجه؟ 4. اول حاجه سهوله زراعته وكسر دوره ايه؟ وكسر وسرعه نموه وكسر دوره حياته، وازهار النبات بتكون خنثى يعني يسهل تلقيحها ذاتيا، وكمان سهل ان انا القحه ايه يا اولاد؟ صناعي لو حبينا نعمل ده. وان النبات يا اولاد في المره الواحده بينتج اعداد ايه؟ كبيره من الافراد في الجيل الواحد، يعني عدد المحصول اللي بيطلع بيكون كتير، فبالتالي هو محتاج حاجه كتير عشان يبدا يشتغل عليها براحته. طيب كمان يا اولاد تعدد الايه؟ تعدد اصناف النبات التي تحمل ازواج من الصفات الايه يا اولاد؟ المتضاده. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن لون الزهره هتلاقي في زهره لونها كرمزي او احمر، في زهره لونها ابيض، البذره هتلاقي في بذره صفراء، هتلاقي في بذره خضراء. يبقى في الصفه والمقابله ليها، في صفه ومقابله ليها كتير بقى في نبات البازلاء. طيب اللي بعده يا اولاد بيقول لك اهو علل كان اختيار مندل لنبات البازلاء لاجراء تجاربه اختيارا موفقا. هم عندك 6 اسباب، اقل حاجه لو جه في الامتحان هتكتب كام؟ هتكتب 4. اللي بعده يا اولاد بيقول لك للاطلاع استخدم مندل حوالي كام؟ 24000 نبته بازلاء في تجاربه التي استغرقت حوالي كام سنه؟ بصوا كده يا اولاد حوالي كام سنه؟ حوالي 8 سنين. طيب بعد كده بقى بيقول لي يا اولاد اهو بالرغم من تعدد الصفات المتضاده، يعني في صفات كتير متضاده، الا ان مندل هيختار منها، ده سؤال امتحان ان شاء الله، الا ان مندل هيختار منها كام صفه بس؟ 7 صفات. يبقى نبات البازلاء في صفات متضاده كتير، طب انت يا عم مندل هتختار منهم كام واحده؟ قال لي انا هختار 7 صفات بس. طيب اول حاجه يا اولاد قال لي ان لون الزهره، اول حاجه يا اولاد هي لون الايه؟ الزهره ده لازم يتحفظ، القرمزي والابيض. يبقى لون الزهره في منها 2، في قرمزي اللي هو الاحمر وفي الابيض. طب وضع الزهره، بص يا اولاد قال لك وضع الزهره هنا في جانبي اهو، وكمان بيكون في ايه؟ بيكون في طرفي. طب لون البذره في منها بيكون اصفر، في منها بيكون اخضر. شكل البذره في منها بذره بتكون مجعده، في بذره ثانيه بتكون ملساء او املس. الساق في ساق بتكون قصيره، في ساق ثانيه بتكون ايه يا اولاد؟ طويله. طب لون القرن قال لي والله في قرن بيكون اخضر، في قرن بيكون اصفر، يبقى لون القرن زي لون البذره. تمام؟ الشكل بتاع القرن يا ولاد بقى في قرن كده بيكون منتفخ وده اللي بيكون كتير، في قرن ثاني يا ولاد محزز. يعني ايه محزز؟ تلاقي القشره لازقه على الايه؟ لازقه على حبات البازلاء او البسله من جوه. هنا يا ولاد بيقول لك ايه بقى؟ تجارب مندل في الوراثه. اول حاجه هندرس يا ولاد ايه؟ دراسه زوج واحد من الصفات الايه؟ المتضاده. يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن زوج واحد من الصفات، مثلا لون البذره. اللون البذره في منها اصفر في منها اخضر، يبقى احنا بندرس صفه واحده. طب لون الارض في منه اصفر في منه اخضر، لون الزهره في منها قرمزي في منها ابيض، بندرس صفه واحده. هو احنا نشتغل على حاجتين، اول حاجه دراسه صفه واحده، ثاني حاجه هتبقى دراسه كام صفه؟ صفتين.
طيب هنا بيقول لي يا اولاد كان مندل من تتبع دراسه توارث ازواج الصفات الوراثيه المتضاده كل على حده متتبعا المنهج العلمي. ماشي، ده شويه كلام نظري كده هنعديهم. طيب هنا بيقول لك ايه بقى يا اولاد؟ تجارب مندل لتتبع صفه لون البذور في نبات البازلاء. اول حاجه يا اولاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي انتقى مندل اهو يا اولاد، بص كده بيقول لك ايه؟ انتقى اول حاجه انتقى مندل عدد من نبات البازلاء، بعضها ينتج بذور ايه يا اولاد؟ خضراء، والبعض الاخر كان بينتج بذور صفراء. قال لك ثم ترك ازهار هذه النباتات تلقح ايه؟ ذاتيا. يبقى ليه يا اولاد لما يجي يقول لك ليه مندل ساب ازهار النباتات دي تلقح ذاتيا لعده اجيال؟ هتقول له عشان يتاكد من نقاء صفه لون الايه يا اولاد؟ البذور. هو كان عايز يتاكد ان الصفه نقيه. يعني ايه الصفه نقيه؟ يعني الاصفر بيد اصفر والاخضر بيد اخضر. يبقى لما يجي يقول لك ليه مندل ساب نبات البازلاء اللي لونه اصفر ولونه اخضر يرقحوا ذاتيا لعده اجيال؟ هتقول له عشان يتاكد من نقاء الصفه. صلوا على النبي. يلا يا اولاد، بيقول لك لاحظ مندل ان نباتات ذات البذور الصفراء تنتج نباتات بذورها صفراء، وكذلك النباتات ذات البذور الخضراء تنتج نباتات بذورها خضراء. يبقى هو كده اتاكد ان الصفه يا اولاد نقيه ولا هجينه؟ لا، صفه نقيه. بعد كده بيقول لك علل يا اولاد زرع مندل البذور الصفراء النقيه والخضراء النقيه، وعندما اعطت نباتات سماها الاباء، وراح شايل الاسديه. ليه يا اولاد علل انتزع مندل الاسديه بعد حدوث التلقيح ده؟ قال لك عشان ما يحصلش تلقيح ذاتي في هذه الازهار. يبقى هو بعد ما خلاص اتاكد ان هي نقيه راح جاي شايل الاسديه بتاعت الازهار دي. طب ليه هو شايل الاسديه؟ علشان ما يحصلش تلقيح مره ثانيه. واجرى بعد كده عمليه تلقيح ايه يا اولاد؟ خلطي. هو بقى اللي عمل التلقيح. يبقى هو عايز يضمن ان الريح مش هيعمل تلقيح للنباتات، ان الحشرات مش هتعمل تلقيح. هو عايز هو اللي يعمل تلقيح عشان يعرف هو حط ايه على ايه. طيب فقال لك اهو يا اولاد ونقل حبوب اللقاح من متك ازهار النباتات التي تنتج ايه يا اولاد؟ التي تنتج البذور الخضراء الى مياسم الازهار اللي بتنتج البذور الصفراء. يبقى ما خلاهاش بقى اصفر مع اصفر واخضر مع اخضر، لا هو جاب من عند الاخضر حتى عند الاصفر والعكس. ونقل حبوب اللقاح من متك الزهره اللي بتنتج بذور صفراء للمياسم اللي بتنتج بذور ايه يا اولاد؟ خضراء. وبعد ما عمل هو التلقيح الخلط ده او الصناعي ده يا اولاد راح عامل ايه بقى؟ راح مغطي المياسم. علل ليه هو بعد ما عمل التلقيح ده غطى المياسم؟ هتقول لي لضمان عدم حدوث تلقيح مره ثانيه، عشان الرياح ما تعملش تلقيح مره ثانيه او الحشرات ما تعملش تلقيح مره ثانيه. وغطى مياسم الازهار يا اولاد اهو بعد تلقيحها. ليه؟ علل لمنع حدوث التلقيح الخلطي لها مره اخرى. ثم زرع البذور الناتجه. يبقى اول حاجه عشان ما تتوهش مني، اول حاجه هو جاب نباتات بذورها صفراء وسابها تلقح اكتر من مره ادت كله اصفر، ونباتات بذورها خضراء وسابها تلقح اكتر من مره وادت كله اخضر. راح عامل ايه بعد كده بقى؟ قال لك بعد كده راح اخد بقى حبوب لقاح من عند الازرق من عند الاخضر حطها على المياسم بتاعه الاصفر، وحبوب لقاح من عند الاصفر حطها على مياسم الاخضر، وراح مغطيها عشان يشوف بقى النتيجه اللي هو بيعملها الاصفر مع الاخضر ده هيدي ايه. تعالى يا اولاد بيقول لك لاحظ مندل ان النباتات الناتجه والتي سماها الجيل الاول كانت كلها لونها ايه يا اولاد؟ اصفر بنسبه 100%. حلو ده. يبقى الجيل الاول اللي طلع عنده بعد ما عمل العمليه دي اللي هو الاصفر على الاخضر والاخضر على الاصفر، طلعت الجيل الاول كله اصفر بنسبه كام يا اولاد؟ 100%. فاحنا بنسمي يا اولاد الصفه بتاعت اللون الاصفر للبذور صفه سائده. يعني ايه سائده؟ يعني هي اللي كانت موجوده في الجيل الاول، هي اللي كانت موجوده في الجيل الاول. وصفه اللون الاخضر يا اولاد اختفت تماما في الجيل الكام؟ الاول. واطلق ايه يا اولاد بقى؟ اطلق مندل على صفه اللون الاصفر للبذور الصفه السائده. علل ليه سمى صفه اللون الاصفر للبذور الصفه السائده؟ هتقول له لانها تسود على صفه اللون الاخضر في الجيل الكام يا اولاد؟ الاول. في الجيل الاول كانت كلها اصفر، يبقى هي السائده، يبقى بنسميها الصفه السائده هي لون البذور هو اللون اللي يا اولاد؟ الاصفر. قال له لانها تسود على صفه اللون الاخضر في الجيل الاول بنسبه كام؟ بنسبه 100%. طب ليه يا اولاد اللون الاخضر سميناها المتنحيه؟ قال لك لانها اختفت تماما او تنحت في الجيل الكام؟ الاول. بعد كده بقى هيعمل ايه يا اولاد؟ ترك مندل نباتات الجيل الاول بقى اللي هي كلها طلعت اصفر دي تلقح ذاتيا ثم زرع البذور. يبقى هو ساب الاصفر بقى اللي هو الجيل الاول اللي 100% اصفر، صابه يلقح ذاتي لعده اجيال. بعد كده راح اخده بقى يا اولاد وزرع البذور دي بعد ما سابه يلقح ذاتي ثم زرع البذور الناتجه. لاحظ ايه بقى يا اولاد؟ ان النباتات الناتجه واللي هيسميها الجيل الكام؟ الثاني كان 75% لونه اصفر و25% لونه اخضر. واحد يقول لي يا استاذ انا فهمت انت عايز تقول ايه. في الجيل الاول كانت كلها اصفر بنسبه 100% والاخضر كان صفر. في الجيل الثاني الاصفر بقى 75 والاخضر بقى 25. يبقى كده الاصفر قل ولا زاد؟ قل. كان 100 بقى 25. يبقى الصفه السائده قلت في الجيل الثاني. قلت في الجيل الثاني. طب صفه اللون الاخضر اللي هي المتنحيه، المتنحيه كانت في الجيل الاول صفر، لما نزلنا الجيل الثاني بقت نسبتها كام؟ 25%. يبقى المتنحيه زادت في الجيل الكام يا ولاد؟ الثاني. قال لك ايه؟
النسبه يا اولاد اهو، الاصفر 75 الى الاخضر 25، ممكن نختصر على 25 فيها الواحد، على 25 فيها الكام؟ الثلاثه، يبقى نسبه الاصفر الى الاخضر 3 الى 1. طب نسبه الاخضر الى الاصفر 1 الى 3. ويمكن اجمال تجربه مندل لدراسه الصفات. اول حاجه يا اولاد هيجيب اخضر مع الاصفر، هيدي كل اصفر في الجيل الاول بنسبه 100%، بعدين هياخد الاصفر ده يسيبه يلقح خلطي بقى. بعد كده يا اولاد اللي هيطلع ان هيبقى فيه 75% اصفر و25% اخضر. عندنا مبدا يا اولاد اسمه مبدا السياده التامه. طب ايه هو يا عم الحاج مبدا السياده التامه؟ قال لك هو ظهور الصفه السائده في افراد الجيل الاول الناتج عن تزاوج فردين يحمل كل منهما الصفه اللي ايه يا اولاد؟ صفه وراثيه، بس كانت صفه نقيه. يبقى لو جبنا اصفر نقي مع اخضر نقي هتلاقي ان الجيل الاول بتسود فيه الصفه السائده بنسبه 100%، والصفه المتنحيه تبقى بنسبه كام؟ صفر، تبعا لمبدا يسمى مبدا السياده الايه يا اولاد؟ التامه. طيب ويقول لك وعند تزاوج نبات بازلاء بذوره صفراء مع نبات بازلاء بذوره خضراء، هنا ده سؤال علل اهو يا اولاد، بيقول لك ايه؟ عند تزاوج نبات بازلاء بذوره صفراء مع نبات بازلاء بذوره خضراء تنتج نباتات جميعها بذورها صفراء. اقول له والله لان ايه؟ لان صفه اللون الاصفر للبذور تسود على صفه اللون الاخضر تبعا لمبدا السياده التامه. مين الصفه السائده في البذور؟ هي اللون الاصفر بيظهر في الجيل الاول بنسبه 100%، في الجيل الثاني 75%، والاخضر اللي هو المتنحي يبقى نسبته 25%. الجدول بقى ده يا اولاد بيوضح الصفات الوراثيه السائده والمتنحيه، وده على حضرتك حفظ لازم يتحفظ. اول حاجه يا اولاد لما اجي اتكلم عن طول الساق، الصفه السائده هو الطويل، يبقى المتنحيه هو قصير الساق. وضع الزهره اللي بتكون على الجنب دي هي السائده، طب الطرفيه دي متنحيه. لون الزهره الاحمر او القرمزي ده السائد، انما الابيض متنحي. لون القرن الاخضر هو السائد، الاصفر هو المتنحي. بص بقى البذره يا اولاد، بص البذره عكس القرن، القرن كان السائد الاخضر، انما البذره السائد الاصفر. المتنحي في القرن كان الاصفر، انما المتنحي في البذره هيبقى ايه يا اولاد؟ الاخضر. القرن المنتفخ يا اولاد ده هو القرن السائد. طب القرن المحزز اللي القشره بتكون لازقه على البازيلا او البسله ده القرن اللي يا اولاد؟ المحزز، ده اللي هو الصفه المتنحيه. شكل البذره للمنساء دي الصفه السائده، طب المجعده هي الصفه الايه؟ المتنحيه. والجدول ده على حضرتك حفظ لازم يتحفظ. بعد كده يا اولاد كان عندنا ايه بقى؟ كان عندنا شويه فروض، كان عندنا شويه فروض اسمها فروض مندل لتفسير نتائج الايه؟ التجارب بتاعته. قال لك والله يعني مش انت عايز تفسر اللي انت عملته؟ حط لنا شويه فروض. قال لك اول فرض يا اولاد، قال ان بتنتقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق عوامل ايه يا اولاد؟ وراثيه تعرف حاليا بالايه؟ بالجينات. يبقى يا اولاد المعلومات الوراثيه عشان ناخدها من الاباء بتتنقل لنا عن طريق حاجه اسمها الجينات. طب الجينات مين اللي بيحملها؟ الامشاج، اللي هي سواء كانت امشاج مذكره او كانت امشاج مؤنثه. الامشاج المذكره في الذكر لو بنتكلم مثلا في الانسان، في الذكر كانت الحيوانات المنويه. يبقى الحيوانات المنويه ده المشيج اللي بياخد الجينات من الاب ويبدا بقى ينقلها لايه؟ للجيل الناتج. طيب في الانثى هتلاقي البويضه، البويضه برضو بتاخد، ده المشيج بياخد المعلومات او الجينات ويبدا يندمج مع الايه؟ مع الحيوان المنوي عشان يكون الزيجوت، والزيجوت ده بعد كده هو اللي ينقل الايه؟ هو ده هيبقى الجنين بقى. فاخذ الصفات الوراثيه جزء من الاب وجزء من الايه؟ من الام. يبقى يا اولاد تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق عوامل وراثيه تسمى بالجينات. الجينات دي مين اللي بيشيلها ينقلها؟ الامشاج. رقم 2 يتحكم في كل صفه وراثيه عاملين وراثيين احدهما من الاب والاخر من الام. اي صفه عندنا هتلاقي والله في هم عاملين بيتحكموا فيها، عامل جاي من الاب وعامل جاي من الايه؟ من الام. طيب رقم 3 يا اولاد قال لك بينعزل العاملان الوراثيان لكل صفه عند تكوين الامشاج. ركز لي على ده عشان هحتاجها شويه كده. يبقى اول ما الامشاج بتتكون يا اولاد العاملين الوراثيين بينعزلوا. يبقى اي صفه عندنا بيندمج فيها جزء من الاب وجزء من الام. طب عند تكوين الامشاج بينفصل الايه؟ الصفات الوراثيه دي او العاملين الوراثيين. رقم 4 يا اولاد بيقول لك اثناء عمليه الاخصاب يجتمع العاملان الوراثيين مره اخرى. ركز لي هنا بالله عليك. يبقى امتى ينعزل العوامل الوراثيه؟ العوامل الوراثيه بتنعزل عند تكوين الايه؟ الامشاج. ده سؤال امتحان. طب وامتى يتجمعوا مره ثانيه يا اولاد؟ قال لك اثناء عمليه الايه؟ اثناء عمليه الاخصاب يجتمع اثناء الاخصاب يجتمع العاملين الوراثيين مره اخرى. يبقى تاني امتى ينعزل العوامل الوراثيه؟ ده اثناء حاله الامشاج او في عمليه تكوين الامشاج. طب امتى يبداوا يتجمعوا تاني؟ عند اثناء عمليه الايه؟ تكوين او اثناء عمليه الاخصاب. بقول لك ايه يا اولاد بقى؟ لو كان العاملين متشابهين فان الفرد يسمى بالفرد النقي. يعني يا اولاد لو كانت الصفه اللي جايه من الاب سائده واللي جايه من الام سائده، يبقى اكيد الصفه اللي هتبقى عند الابن هتبقى سائده بس ايه؟ نقيه، عشان ده سائد وده سائد. طب لو كانت اللي من الاب متنحيه يعني قليله واللي من الام متنحيه، يبقى الابن هتبقى عنده صفه متنحيه برضه هيبقى نوعها ايه يا اولاد؟ نقيه. طب لو كان بقى العاملين غير متشابهين يا اولاد، يعني ايه العاملين غير متشابهين يا استاذ؟ يعني مثلا كان في واحده منهم سائده وواحده منهم متنحيه. بص يا اولاد
المتنحي ده ما ينفعش الا يكون نقي، المتنحي ده لازم يكون نقي. يعني هنا ايه؟ قال لك متنحي مع متنحي، بقى اداني متنحي ايه يا اولاد؟ اداني متنحي نقي. طيب بصوا يا اولاد، لو جبنا بقى ايه؟ قال لك وغير متشابهان فان الصفه الناتجه دايما تكون سائده. يبقى لو كانوا العاملين مختلفين دايما هتكون سائده، بس سائده ايه يا اولاد؟ غير نقيه، او بنسميها سائده هجينه. يبقى تاني بص سائد مع سائد، سائد نقي، متنحي مع متنحي، متنحي نقي. وامتى المتنحي يبقى موجود؟ لو كان الاثنين متنحي ودايما بيبقى نقي. طب لو جبنا سائده مع متنحيه، مين اللي يكسب؟ السائد، بس يبقى سائد غير نقي علشان هما مختلفين. يلا يا اولاد، ايه هي الامشاج؟ دي الخلايا التي يتم بواسطتها انتقال العوامل الوراثيه من الاباء الى الابناء. يبقى الامشاج دي اللي بتنقل المعلومات الوراثيه اللي هي الجينات. يبقى مين اللي بينقل المعلومات الوراثيه الجينات من الاباء الى الابناء؟ هي الايه يا اولاد؟ الامشاج. علل لخصها مندي الفروض السابقه في قانونه الاول التي يعرف باسم قانون انعزال العوامل. ركز لي على ده بالله عليك برضه. يبقى قانون مندي الاول يسمى قانون انعزال العوامل. يجي يقول لك للازهر عرف قانون انعزال العوامل، او قانون انعزال العوامل، او قانون مندي الاول. او الاول تعالى ما نعرف علل هو ليه سماه قانون انعزال العوامل. قال لك لانعزال عاملي الصفه الوراثيه عن بعضهما. امتى بينعزلوا؟ عند تكوين الامشاج، لها اسم تاني يسمى الجاميتات. انعزال العوامل الوراثيه بيحدث اثناء تكوين ايه يا اولاد؟ الامشاج في عمليه الانقسام. لو سالك عليها يبقى الانقسام الميوزي، او اللي احنا بنسميه الاختزالي، لانه بيختزل عدد الكروموسومات الى النصف. لو رجعت الترم الاول، بما اننا مش محتاجه بس انا بذكرك بس. يلا يا اولاد، ايه هو قانون مندي الاول؟ قال لك قانون مندي الاول ده بيقول لك اذا اختلف فردان نقيان في زوج من صفاتهم الايه يا اولاد؟ المتضاده، فانهما ينتجان عند التزاوج جيلا به صفه احد الفردين فقط، بتكون صفه ايه يا اولاد؟ سائده، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبه كام؟ 3 الى 1. بص ده اللي انا قلته من شويه. لو جبنا تزاوج بين اثنين صفتين مختلفتين بس الاثنين كانوا نقيين، الجيل الاول هيظهر فيه صفه بتاعت السائد بنسبه 100%، بس هتورث بعد كده الصفتين في الجيل الكام؟ الثاني. واحده السائده هتبقى نسبتها 75 اللي هي نسبتها 3، والمتنحيه يبقى نسبتها 25 اللي هي نسبه كام؟ 1. يبقى لو جبنا زوجين مختلفين من الصفات بس الاثنين نقيين وعملنا بينهم تزاوج، الجيل الاول هيبقى كله صفه سائده بنسبه 100%. طيب في الجيل الثاني هيظهر الصفتين، السائده بنسبه 75 والمتنحيه هتبقى نسبتها 25%. بعد كده بقول لك ايه بقى يا اولاد؟ استخدم العالم الدنماركي جون هانسن مصطلح الجين بدلا من العامل الوراثي، كما انه اطلق مصطلح الايه يا اولاد؟ التركيب الجيني والمظهر الخارجي. يبقى مين اللي اطلق مصطلح التركيب الجيني والمظهر الخارجي؟ هو الدنماركي جون هانسن. التركيب الجيني قال لك اطلقه على الجينات المكونه للصفه الايه يا اولاد؟ الوراثيه، انما المظهر الخارجي ده قال لك على الشكل الخارجي الذي تظهر به الايه؟ الصفه. بعد كده بقى يا اولاد قال لك لو جبنا سائد مع سائد هيديني سائد نقي. طب سائد مع سائد هيديني ده ايه؟ جين سائد مع جين سائد. دي المفروض بقى غلطه هنا يا اولاد. بص، هو ده المفروض سائد مع سائد، سائد نقي، يبقى ده سائد مع متنحي. سائد مع ايه يا اولاد؟ سائد مع متنحي. احنا عدلناها في الملزمه برضو معاكم في الدرس لو حد فاكر يعني. يلا يا اولاد، يبقى سائد مع متنحي يديني سائد بس غير ايه يا اولاد؟ نقي. طب ايه هي تعريف الصفه اللي يا اولاد؟ الصفه السائده او جين السائد هو الجين الذي تظهر صفته عند وجوده مع جين سائد مثله او مع متنحي. ما انت السائد لو حطيته مع سائد يديك سائد بس نقي. طب السائد لو حطيته مع متنحي هيديك سائد بس غير نقي اللي احنا بنسميه الهجين. طب بعد كده يا اولاد بقى ايه هي الصفه الايه؟ ايه هي الصفه السائده؟ قال لك الصفه السائده هي الصفه التي تظهر عند اجتماع عاملين متماثلين، او اجتماع عامل للصفه السائده مع عامل للصفه الايه يا اولاد؟ المتنحيه. طب اما ننزل يا استاذ على اللي بعده كده هتلاقي عندنا بقى هنا الايه يا اولاد؟ هتلاقي عندنا هنا بص متنحي مع متنحي. يبقى المتنحي ما يظهرش الا اذا كان الاثنين متنحي. يبقى هي يا اولاد هو الجين الذي لا تظهر صفته الا عند وجوده مع جين متنحي مثله. يعني المتنحي ده ما ينفعش الا مع اللي زيه، المتنحي ما ينفعش غير مع اللي زيه. هنا يا اولاد بقى الايه؟ الصفات المتنحيه هي الصفه التي لا تظهر الا عند وجود عاملين متماثلين للصفه الايه؟ المتنحيه. ماذا يحدث عند تواجد جين سائد لاحد الصفات مع جين متنحي؟ اقول له يسود الجين السائد على الجين المتنحي وتظهر الصفه السائده، بس المفروض هنا اقول له السائده الغير ايه يا اولاد؟ السائده الغير نقيه. احنا يا اولاد كنا بكل ده بنتكلم عن ايه؟ عن دراسه صفه واحده. طيب الصفه السائده والصفه المتنحيه جاب لك التعريف بتاعهم اهو. ده بقى تلخيص للي احنا بنقوله دلوقتي، مش هضيع فيه وقت علشان ايه؟ وقت الفيديو ما يبقاش طويل عليك. ممكن تاخدها انت سكرين للناس اللي بتذاكر معانا مش معاها الملزمه، تاخدها سكرين وتذاكرها انت. احنا مجمعينها يعني، ده في الشرح اللي احنا لسه قايلينه. كده كويس؟ يلا يا ولاد اللي بعده.
الفرد النقي، ايه هو الفرد النقي يا اولاد؟ هو الفرد الذي يحمل عاملين متماثلين، يبقى عنده 2 سائد او عنده 2 متنحي، ده بنسميه فرد نقي. طب الفرد الهجين هو الفرد الذي يحمل عاملين مختلفين، احدهما للصفه السائده والاخر للصفه المتنحيه. بعد كده يا اولاد عندنا بقى شويه رموز هنحتاجهم في المسائل. اول رمز يا اولاد لو لقينا الايه؟ لو لقينا الدايره اللي طالع منها السهم دي، ده الفرد الايه يا اولاد؟ ده الفرد المذكر. طيب الدايره اللي نازل منها الموجب الصغيره دي، ده الفرد الايه؟ المؤنث. طب علامه الاكس ده اسمها الايه يا اولاد؟ التزاوج. طب البي ده اختصار الاباء. طب الجي يا استاذ ده الامشاج. طب اف 1 ده الجيل الكام؟ الاول. طب اف 2 ده الجيل الكام يا اولاد؟ الجيل الثاني. بعد كده بقول ليه يا اولاد؟ يرمز لعاملي الصفه الوراثيه النقيه بحرفين متماثلين. يعني مثلا يا اولاد لو كان النبات طويل الساق ونقي، او طويل الساق هجين اللي هو غير نقي يعني، او قصير الساق. وقصير الساق دايما يا اولاد بيكون نقي، لان قصير الساق ده صفه متنحيه. صلى على النبي. بص يا اولاد هنفترض ان صفه طول الساق كانت تي. حضرتك هو ده بيقول لك طويل الساق، هو طويل الساق صفه سائده ولا متنحيه؟ الجدول بتاع من شويه سائده. وكان ايه يا اولاد؟ نقي، صح؟ يبقى تي كابيتال ده طويل الساق، ونقي يبقى تي كابيتال. يبقى يا اولاد لو كانت الصفه سائده ونقيه تاخد الحرفين كابيتال. طب بص هنا، طويل الساق يبقى كابيتال، بس ايه؟ غير نقي يبقى تي كابيتال تي سمول. يبقى تاني امتى يبقى الاثنين كابيتال؟ لو كانت سائده ونقيه. طب امتى يبقى الاول كابيتال والثاني سمول؟ لو كانت سائده بس غير نقيه. طب بص قصير الساق، قصير الساق ده صفه ايه يا ولاد؟ متنحيه يبقى سمول، واللي تبدا بسمول لازم تنهي بسمول. يبقى هي قصير الساق نقي يبقى تي سمول تي سمول. يبقى يا ولاد انت عندك 3 حالات، لو كان نقي وسائد يبقى كابيتال كابيتال. طيب هو سائد بس غير نقي يبقى كابيتال سمول. طب متنحي، المتنحي دايما سمول سمول، المتنحي دايما سمول سمول. ماشي. تعالى يا ولاد اما نشوف ده. بقول لك هنا ايه؟ اذا علمت ان الرمز الجيني لصفه طول الساق هو تي كابيتال. طب ما تيجي اما نشوف اي حاجه هنا فيها طول الساق. طول الساق، طول الساق اهو. بقول لك طويل الساق ايه يا ولاد؟ هجين يبقى تي كابيتال تي سمول. ليه؟ عشان هو قال لي هجين يبقى الاول كابيتال والثاني سمول. طب بص ده تي سمول تي سمول يبقى ده قصير الايه يا ولاد؟ يبقى ده قصير الساق، ودايما قصير الساق بيكون ايه يا ولاد؟ بيكون نقي. طيب تعالى اما نشوف الازهار. قال لك الازهار البيضاء لونها ار سمول، لان البيضاء دي متنحيه، البيضاء دي يا اولاد متنحيه. يبقى السائده اللي هي لونها احمر هتبقى ار ايه؟ ار كابيتال. بقول لك ازهار حمراء نقيه يبقى ار كابيتال نقيه، ار كابيتال طالما نقيه. طيب ازهار بيضاء لا ده سمول سمول. طيب حاجه كمان ماشي. القرن يا اولاد، قال لك القرن الاصفر جي سمول، لان القرن السائد هو الاخضر اللي هو جي ايه يا اولاد؟ كابيتال. قرن اخضر لا هنا قرن اصفر، يبقى قال لك القرن الاصفر جي سمول يبقى جي سمول جي سمول. طب بذور ملساء دي لسه هنا بذور مجعده. ماشي تعالى ما نشوف البذور. قال لك البذور الملساء ار كابيتال، ده بذور ايه يا اولاد؟ مجعده يبقى سمول سمول لان ده صفه متنحيه. طب بص هنا يا اولاد، قال لك بذور ملساء هجينه، هي ملساء سائده يبقى ار كابيتال، هجينه يبقى ار ايه يا اولاد؟ سمول. جي كابيتال جي كابيتال، هي الجي دي اللي هي كانت قرون ايه يا اولاد؟ قرون سمول، كانت قرون صفراء لانها متنحيه، انما كابيتال يبقى قرون ايه؟ قرون خضراء، لان دي الصفه الايه يا اولاد؟ دي الصفه السائده. هنحل يا اولاد عليها مساله برضو ولا حاجه كده. هنا بقول لك ايه؟ وضح على اسس وراثيه تزاوج نباتي بازلاء احدهما بذور صفراء نقيه والاخر بذور خضراء مع ذكر النسب بتاعه الافراد الناتجه. طيب بصوا يا اولاد هو قال لك ايه؟ هيدي الرمز واي كابيتال واي سمول. طب تيجي نروح على نعملها على سبوره ثانيه كده. بصوا يا اولاد هو هيعمل تزاوج بين ايه؟ قال لي هيعمل تزاوج بين نباتين، يبقى احنا اول حاجه هنجيب الايه يا اولاد؟ اول حاجه احنا هنجيب الاباء. طب يا عم الحاج الاباء بتاعتك كانت مين اللي هيتزاوجوا مع بعض دول؟ اكس ده تزاوج. قال لي هيزاوج مين يا اولاد؟ هيزاوج واي كابيتال واي كابيتال مع واي سمول واي سمول. طب هو مين واي كابيتال ومين واي كابيتال؟ مين واي سمول واي سمول؟ اول حاجه يا اولاد الكابيتال ده اللي هو بذور صفراء، ده بذور ايه؟ بذور صفراء. طيب السمول ده اللي هي بذور ايه يا اولاد؟ دي بذور بس بذور ايه؟ خضراء. طيب بعد الاباء يا اولاد بيجي مرحله ثانيه اسمها الامشاج. الامشاج بنديها الرمز جي. ايه اللي بيحصل في الامشاج يا استاذ؟ قال لي بيخاصموا بعض، ينعزل عاملي الصفه الوراثيه. لو رجعت من شويه قلنا في حاله الامشاج ينعزلوا وفي حاله الاخصاب يجتمعوا.
يبقى هيخصموا بعض، يبقى واي كابيتال واي كابيتال. هنا يبقى واي سمول وايه يا اولاد؟ واي سمول. تعالى بقى اما نجيب الاف 1. اف 1 ده اللي هو مين يا اولاد؟ يلا ده شاطر سامع الناس اللي بتقول ده الجيل الكام؟ الاول. بص يا اولاد، الاول ده هياخد مره الثالث، والاول ده ياخد مره الايه؟ الرابع. يلا ممكن تمليني بقى، يبقى واي كابيتال واي سمول. الزياده التامه تسود في الجيل الاول بنسبه كام؟ 100%. المفروض بقى نعمل يا اولاد جيل كام؟ جيل تاني، فهنجيب اباء. يلا يا اولاد هناخد بقى اتنين من دول نخليهم الاباء، يبقى هناخد واي كابيتال واي سمول يتزاوج مع واي كابيتال واي ايه؟ واي سمول. اللي هيحصل بقى يا اولاد، احنا قلنا بعد الاباء بيجي مين؟ الامشاج. الامشاج دي اللي بينعزلوا فيها يا استاذ صح؟ اللي بيخاصموا بعض. يبقى واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول. يجي بقى الجيل اف 2. الجيل الكام يا اولاد؟ الجيل الثاني. في الجيل الثاني الاول مع الثالث يبقى واي كابيتال واي كابيتال، والاول مع الرابع يبقى واي كابيتال واي سمول. الثاني مع الثالث بس ابدا بالكابيتال يا اولاد، يبقى الثاني مع الثالث بس ابدا بالكابيتال، يبقى واي كابيتال واي سمول. بص واي سمول واي سمول اللي هو الثاني مع الرابع. حضرتك ملاحظ ايه؟ بادئ بالكابيتال بادئ بالكابيتال بادئ بالكابيتال، يبقى ده اصفر ده اصفر ده اصفر، بس ده بدأ بالسمول، يبقى ده لونه ايه يا اولاد؟ ده لونه اخضر. يبقى كده الاصفر كان نسبته كام؟ 75% والاخضر 25%. يبقى فعلا ده بينطبق عليه اللي احنا قلناه ان الجيل الاول سائده 100%، الجيل الثاني سائده 75 بس المتناحيه 25%. طب يا اولاد لو جه قال لك في الجيل الثاني ما نسبه الصفات النقيه؟ ده سائد نقي وده متنحي نقي، يبقى نسبه النقي 50% ونسبه الغير نقي برضه 50 ايه؟ 50%. خلي بالك ممكن تتسال في حاجه زي دي. نرجع بقى يا اولاد هنا. خلاص انت دي الفكره بتاعت المسائل دي عامه، علشان ما اضيعش فيها وقت فانا اخش افكار على افكار المسائل الكام؟ افكار المسائل الثانيه اللي هي دراسه كام صفه بقى؟ دراسه صفتين. يلا يا ولاد هنبدا بعد كده بقى نخش على دراسه ايه يا ولاد؟ دراسه زوجين من الصفات المتضاده. دراسه كام زوج؟ زوجين من الصفات المتضاده. واللي اجرى مندل عمليه تلقيح خلط بين نباتي بازلاء كان طويل الساق واحمر الازهار، مع نبات تاني قصير الساق بس ابيض الايه يا ولاد؟ الازهار، وزرع البذور الناتجه. لاحظ مندل يا ولاد ايه اللي حصل؟ بص، يبقى اول حاجه هو هيجيب طويل الساق نقي تي كابيتال تي كابيتال مع احمر الازهار، مع احمر الازهار اللي هو ايه يا ولاد؟ كابيتال كابيتال ار كابيتال ار كابيتال. هيتزوج مع قصير الساق تي سمول تي سمول ابيض الازهار ار سمول ار سمول. ايه اللي هيحصل يا ولاد؟ اما احنا لما نفك ده هنتلاقي طلع عندنا 4 تي كابيتال ار كابيتال. ازاي؟ هقول لك خليهم يخاصموا بعض، يبقى تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال. هناخد الاول مع الثالث يبقى تي كابيتال ار كابيتال، الاول مع الرابع تي كابيتال ار كابيتال، الثاني مع الثالث يبقى تي كابيتال ار كابيتال، الثاني مع الرابع تي كابيتال ار كابيتال. حضرتك ملاحظ ان كلهم زي بعض، هناخد منهم واحده. يبقى خدنا من اللي زي بعض دول كلهم ايه يا اولاد؟ خدنا منهم واحده بس. نفس الفكره هنفك دول هيطلع عندنا 4 تي سمول ار سمول، هناخد منها واحده بس ونجمعهم. هنا تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، وهناخد دي بقى يا اولاد نعمل فيها ايه؟ نفكها بقى فكره المساله الجديده. فكره المساله الجديده اللي هي كام زوج بقى يا اولاد؟ اللي هي دراسه زوجين، بنعملها في جدول كبير كده. الجدول ده فيه كام خانه يا استاذ؟ ده بيكون فيه 16 خانه. يلا يا ولاد هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنجيب الجدول الكبير ده، تعالى اما نعمله على السبوره الثانيه هنا. نعمله هنا يا ولاد. هنقسم جدول قدامنا بالشكل ده. هي مش بتيجي في الامتحانات كتير عامه، بس انا ما اقدرش اقول لك مش هتيجي، علشان ممكن على حظك تلاقيها جت، فاحنا هنشرحها كده بالراحه وان شاء الله تفهموها يعني. هذا 1 2 3 ايه؟ 3 4 مش اكس او مش اكس او، عشان عارف الناس دلوقتي اللي بتقول لك ايه تعالى اما نسيبك من من الشرح ونلعب اكس او، انتوا ربنا يهديكم. يلا يا ولاد احنا كان عندنا ايه يا استاذ؟ كان عندنا صفه. ايه هي الصفه؟ كان الصفه اللي كانت عندنا كانت تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. طب ما تيجي نفكها يا ولاد. اول مع ثالث، اول مع ثالث يبقى تدي ايه؟ تي كابيتال، او اول مع ثالث يبقى تي كابيتال ار كابيتال، واول مع رابع يبقى تي كابيتال ار سمول.
تاني مع تالت، وينفع في الحاله اللي بره دي وانت بره المربعات ينفع تبدا بالسمول. يبقى التي سمول ياخد الار ايه يا ولاد؟ كابيتال. يبقى تي سمول ار كابيتال. الاخيره تي سمول ار سمول. حضرتك احنا كده فكيناها على الايه؟ على المحور الافقي. طب ما تيجي اما نفكها على المربعات اللي هنا على الايه يا ولاد؟ على الراسي. يلا فك معايا كده. يلا هات دول هم نزلهم هنا. يبقى تي كابيتال ار كابيتال تي كابيتال ار سمول تي سمول ار كابيتال تي سمول ار سمول. هنبدا بقى نشتغل واحده واحده. بص يا ولاد، امسك ده خده مره مع ده في المربع ده، مره مع ده في المربع اللي تحته، وهكذا. تي كابيتال تي كابيتال. يلا يبقى تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال اهو. يلا هات ده مع ده. تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار سمول. يلا تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار كابيتال. اللي بعده تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. كده انت خلصت الاول. تعالى ما نجيب الاربع مربعات التانيين. تي كابيتال تي كابيتال. بص ار سمول ما ينفعش جوه ابدا بالسمول، يبقى لو احنا بره نبدا بالسمول عادي، انما جوه ما ينفعش ابدا بالسمول. يبقى تي سمول ار كابيتال. لا، هات ار كابيتال الاول بعدين ار سمول. اللي بعده تي كابيتال تي كابيتال ار سمول ار سمول اهو. تي كابيتال تي سمول ار سمول ار كابيتال. لا، ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. هات لي المربع الثاني. هنا بادئ بالسمول، لا، يبقى تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار كابيتال. تي سمول لا، ابدا بالكابيتال. تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول تي سمول تي سمول. هنا الاثنين سمول عادي ابدا بيهم. ار كابيتال ار كابيتال اهو. طب هنا تي سمول تي سمول، بس هنا ار كابيتال وهنا ار سمول، يبقى ار كابيتال ار سمول. يلا ده تي سمول لا، ابدا بالكابيتال. يبقى تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. تي سمول لا، ابدا بالكابيتال. يبقى تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول تي سمول تي سمول. بس هنا ار سمول لا، ابدا بالايه؟ بالكابيتال. يبقى ار كابيتال ار سمول. هنا بقى تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول. لو جينا يا ولاد نسمي الحاجات دي، يعني ايه يا استاذ؟ صلى على النبي كده وخليك معايا. بصوا يا ولاد، ده تي كابيتال يبقى ده طويل الساق، يبقى ده طويل الايه؟ ده طويل الساق. طيب ار كابيتال يبقى طويل الساق، ولون الازهار ايه يا ولاد؟ لون الازهار احمر. تعال اما نشوف اللي زيه. طويل الساق احمر، يبقى ده رقم واحد، ده رقم اتنين. طويل الساق احمر ده رقم ثلاثة. طويل الساق احمر ده رقم أربعة. طويل الساق احمر ده رقم خمسة. طويل الساق بس ابيض، لا، طويل الساق احمر هو ده رقم ستة. طويل الساق احمر ده رقم سبعة. طويل الساق احمر ده رقم 8. عايزين واحده كمان. بص طويل الساق احمر يبقى ده رقم كام؟ 9. يبقى الصفه اللي هي بتاعت طول الساق واللون الاحمر كانت كام يا ولاد؟ 9. طب بقى في طويل الساق ابيض. بص ده طويل بس لونه ابيض، يبقى طويل الساق ابيض في منه واحد. طويل الساق ابيض في منه 2. طويل الساق ابيض في منه كام؟ 3. يبقى بص تعالى كده لما نطلعهم على جنب. يبقى طويل احمر ده عندنا منه كام؟ ده اول واحد عندنا منه 9. طب طويل ابيض ده عندنا منه كام؟ 3. لسه بقى عندنا قصير في منه نوعين، في قصير ابيض وفي قصير احمر. تعال ما نشوف القصير الاحمر. قصير احمر 1، قصير احمر 2. حد يقول لي بتعرف منين؟ إيه؟ قال له طالما بادئ بالسمول يبقى قصير، وبادئ بالار هنا كابيتال يبقى لونه احمر، عشان ده الصفه السائده قلنا بتاخد حرف كابيتال. قصير احمر يبقى ده رقم كام؟ 3. يبقى القصير الاحمر عندنا منه كام؟ عندنا منه 3. القصير الابيض بص قصير ابيض عندنا منه كام يا ولاد؟ 1. يبقى بص في المساله بتاعت الزوجين اللي هي المساله الكبيره، الصفه السائده النقيه بيبقى عندي منها كام؟ او عامه لما يكون الاثنين كانوا صفتين سائدتين بتظهر بنسبه 9 مربعات. طيب المتناحيه في الاثنين بتظهر مربع واحد. طب السائده الهجين او اللي هي لما يبقوا صفتين مختلفتين، يعني واحده سائده والثانيه متناحيه، تظهر 3 وايه؟ 3 و3. صعب تيجي في الامتحان
بس انا حاولت اشرحها لك بطريقه الى حد ما سهله يعني، وهخش على اللي بعده عشان ما اطولكش الفيديو برضه. يا رب. يلا يا ولاد، عندنا بس الاول كده في قانون اسمه قانون مندل الكام الثاني، يسمى قانون توزيع الايه؟ التوزيع الحر للعوامل. انما القانون الاول كان اسمه ايه يا ولاد؟ حد فاكر؟ الانعزال، انعزال العوامل. انما ده التوزيع الحر للايه؟ للعوامل. بيقول لك اذا تزوج فردان نقيان مختلفين في زوجين او ايه يا ولاد؟ او اكثر من صفاتهما المتضاده، فان صفه كل زوج منهما تورث مستقله وتظهر في الجيل الثاني بنسبه كام؟ 3:1. دي مسألة زي اللي احنا لسه حلينها، نفس الفكرة برضو، نفس الفكرة. يلا يا ولاد، عندنا بقى ايه؟ الصفات البشرية والوراثة المندلية. هنا يا ولاد عندنا برضو احنا في جسمنا في صفات بتبقى سائدة، في صفات بتبقى متنحية. قال لك أول حاجة زي ايه يا ولاد؟ أول حاجة زي قدرة الايه؟ قدرة اللسان، أو القدرة على لف اللسان بالشكل الأنبوبي اللي قدامك ده صفة سائدة. طب عدم القدرة على لف اللسان ده صفة متنحية. شحمة الأذن دي يا ولاد لو كانت منفصلة دي السائدة. طب لو هنا بقى كانت متصلة على طول يبقى دي صفة متنحية. عندنا بعد كده الشعر المجعد هو الشعر الايه؟ السائد. طب الشعر الناعم ده الصفة المتنحية. الشعر الأسود هو السائد، الشعر الملون متنحي. طب العيون الواسعة دي عيون سائدة. طب العيون الضيقة دي الايه؟ متنحية. العيون البنية صفة سائدة. طب العيون بقى الملونة قال لك صفة متنحية. بعد كده وجود الغمازات يا ولاد صفة ايه؟ سائدة. عدم وجود الغمازات صفة متنحية. عدم وجود النمش، الناس اللي ما عندهاش نمش ده صفة سائدة، يعني ده كتير. طب الناس اللي عندها نمش ده صفة متنحية، يعني عدده بيكون ايه يا ولاد؟ بيكون قليل. القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة، هتقول له لأن جين القدرة على لف اللسان يسود على جين عدم القدرة على لف اللسان، وطالما واحد بيسود يبقى هو اللي بيظهر، فبالتالي يبقى هو من الصفات اللي يا ولاد؟ من الصفات السائدة، علشان الجين بتاع القدرة على اللف بيسود على جين عدم القدرة على الايه؟ على اللف. طب يجي يقول لك الشعر المجعد هو الصفة سائدة، هتقول له لأن الجين بتاع الشعر المجعد يسود على الجين بتاع الشعر الناعم. طب وجود الغمازات صفة سائدة، هتقول له لأن الجين بتاع وجود الغمازات يسود على جين عدم وجود الغمازات، وهكذا. بالفهم يا ولاد بقى، انت فاهم انت هتكتب ايه، ما تقعدش تحفظ وخلاص. دي مسألة برضو على اللي احنا لسه قايلينه يعني. بعد كده بقول لك ايه بقى يا ولاد؟ التركيب الكيميائي للحمض النووي دي ان ايه؟ بيقول لي معلومات سابقه دراستها ان نواه كل خليه تحتوي على ايه يا ولاد؟ كروموسومات او اللي بنسميها صبغيات. الكروموسوم يتكون كيميائيا من الحمض النووي اسمه ايه يا ولاد؟ دي ان ايه، بيكون مرتبط مع بروتين اسمها الهيستونات. والحمض النووي دي ان ايه بيحمل المعلومات الوراثيه للكائن الحي. يبقى مين اللي بيحمل عندنا المعلومات الوراثيه؟ هو الدي ان ايه. انما المعلومات الوراثيه موجوده داخل ايه؟ موجوده داخل الجينات. قال لك وقد توصل العلماء الى ان الحمض النووي دي ان ايه يتكون من اجزاء صغيره تسمى الجينات. وهي الجينات بقى بتتكون من وحدات صغيره تسمى النيوكليوتيدات. يبقى النيوكليوتيدات هي اصغر حاجه بتكون الدي ان ايه. طيب قال لك اهو يا ولاد، لذا تعتبر النيوكليوتيده هي وحده بناء الحمض النووي دي ان ايه. يبقى اصغر حاجه بتكون الدي ان ايه هي مش الجين، هي النيوكليوتيده. ممكن تجي لك في الامتحان، خلي بالك منها. طب الجينات دي اجزاء من الحمض النووي مين يا ولاد؟ دي ان ايه موجوده بالكروموسومات، مسؤول عن ظهار او عن اظهار الصفات الوراثيه للكائن الحي. قال لك ايه؟ الحمض النووي بيتكون من اجزاء صغيره تسمى جينات. الجينات يتكون كل منهما من وحده صغيره تسمى الايه يا ولاد؟ النيوكليوتيدات. اذكر اهميه الجينات، تحمل المعلومات الايه يا ولاد؟ الوراثيه، او يوجد فيها المعلومات الايه؟ الوراثيه. عندك بعد كده نموذج مين يا ولاد؟ هيجي لك واحد من دول ان شاء الله في الامتحان، نموذج العالمان واتسون وكريك لتركيب الدي ان ايه. قال لك توصل العالمان واتسون وكريك الى وضع نموذج للدي ان ايه يتكون من شريطين ايه يا ولاد؟ ملتفين حول بعضهما فيما يشبه اللولب المزدوج اللي هو الشكل ده. يبقى مين اللي توصل للشكل ده؟ كان العالمين مين ومين يا ولاد؟ واتسون وكريك. بعد كده عندنا العالمين بيدل وتاتوم الحاصلين على جائزة نوبل. اكتشف بيدل وتاتوم كيفية تحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية اللي هي حاجة اسمها آلية عمل الجين. يبقى العلماء اللي عرفوا ازاي الجين بيتحكم في ظهور الصفة كان العالمين مين ومين يا ولاد؟ بيدل وتاتوم، ودول يستحقوا عليها جائزة نوبل 1958. بيقول لك علل كيف تتحكم الجينات، او وضح كيف تتحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية. هتقول له ان كل جين بيعطي انزيم، كل انزيم يا اولاد ده بيكون مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي بينتج بروتين، البروتين بيظهر صفه وراثيه. خليني ابص الخصها لك في المخطط ده احسن. ان الجين بيعطي انزيم، الانزيم مسؤول عن تفاعل كيميائي معين، التفاعل الكيميائي بينتج بروتين، البروتين ده بيعمل على ظهور صفه وراثيه ايه يا اولاد؟ محدده.
ده برضو تطبيق اهو. عندنا بقى يا اولاد حاجه اسمها علم الهندسه الوراثيه، بيقول لك يصاب في الدول الناميه جنوب شرق اسيا حوالي نص مليون شخص بفقدان البصر. ليه بقى؟ قال لك ده بسبب سوء التغذيه الناتجه عن نقص فيتامين أ، وهو احد العناصر الغذائيه المهمه، وينتشر نقص فيتامين أ في الذين يعتمدون على الارز كغذاء رئيسي لهم. يعني ايه يا اولاد؟ في الدول دي بيعتمدوا على الرز كغذاء رئيسي في الوجبات تقريبا الثلاثه او وجباتهم الاساسيه كلها. طيب الرز ده المفروض ان الرز الطبيعي فيه فيتامين أ قليل او مش موجود فيه. طب نقص فيتامين أ كان بيؤدي الى فقدان الايه؟ البصر. طب احنا عايزين نعالج ده. قال لك هنعمل لهم رز معدل جينيا ان هو يكون فيه فيتامين أ اللي هو يحتوي على ماده. دلوقتي يا اولاد هقول لك اسم الماده اسمها الايه؟ البرو فيتامين. يبقى البرو فيتامين أ يا اولاد اهو، او بقول لك اهو، لان الارز لا يحتوي على ماده البرو فيتامين أ او المعروفه باسم الكاروتين. طيب والتي تتحول داخل الجسم الى فيتامين أ. يبقى الرز اللي كان عندهم ده ما كانش فيه ماده الكاروتين، والكاروتين طالما مش موجود يبقى ما فيش فيتامين أ، وطالما ما فيش فيتامين أ ده كان بيسبب فقدان الايه؟ البصر. طيب وقد امكن حل هذه المشكله الصحيه بانتاج ارز معدل جينيا بيحتوي على ماده الكاروتين. هنا بقول لك الذين ايه يا اولاد؟ الذين يعتمدون على انتاج الارز بقول لك الذين يعتمدون عليه الذي يعتمد على، بقول لك ما الاساس الذي يعتمد عليه انتاج الارز الذي يحتوي على ماده الكاروتين؟ ان تعديل التركيب الوراثي لمحصول الارز بيدخل الجين اللي ايه يا اولاد؟ اللي بيؤدي الى تخليق الماده الايه؟ الوراثيه او اللي هي الماده بتاعه فيتامين أ المخزن فين يا اولاد؟ في النشا. يبقى والله الاساس ان هم دخلوا الجين اللي هيبقى يحتوي على الماده اللي هي يا اولاد؟ الفيتامين أ اللي هي الكاروتين. الجيني والبشري ماشي. هنا بقول لك ايه يا اولاد؟ بدأ مشروع الجينوم البشري ده في اكتوبر 1990 بغرض الحصول على خريطه تفصيليه دقيقه جدا لتتبع القواعد النيتروجينيه. طيب وحددت جميع الايه يا اولاد؟ بيقول لك للتمكن من تحديد جميع الجينات البشريه والتعرف على وظائفها، والتعرف على الجينات المختصه بالامراض المختلفه مثل الامراض العقليه وامراض الاوعيه الدمويه والسكر والسرطان، تحديد تاثير الطفرات المختلفه على عمل الجين، وفهم بيولوجيه الايه؟ الانسان والتعرف على الاختلافات. صعب يجيب لك هنا فيها اسئله. هنا بعد كده بقول لك ايه يا اولاد؟ نتائج المشروع. اظهر المشروع تشابه البشر. حلوه دي. يبقى الجيني والبشري ده اثبت ان جميع البشر بيتشابهوا في اكتر من 99% من الدي ان ايه. يا استاذ امال الاختلافات ده احنا بنبقى اخين، واحد طويل واحد قصير واحد اسمر واحد ابيض، كل ده اقل من 1%. كل ده بيكون الاختلاف ده في اقل من كام؟ من 1%. بقول لك اهو مثل لون العيون ولون الجلد والطول وغيرها من الصفات تشكل نسبه ايه يا اولاد؟ ضئيله جدا. بالرغم من ضئيله نسبه هذه الاختلافات الا انها تؤثر بشكل كبير في تقبل الفرد للايه يا اولاد؟ للمؤثرات الضاره مثل الايه؟ البكتيريا والفيروسات. ده بيعتمد على المناعه، يبقوا هم متشابهين في 99 واكتر، وتلاقي واحد مناعته قويه واحد مناعته ضعيفه، واحد اسمر واحد ابيض واحد طويل واحد قصير، واحد شعره ناعم واحد شعره مجعد. كل ده يا اولاد في النسبه الضئيله اللي هي اقل من كام؟ اقل من 1%. وكده الحمد لله يا بطل نكون انتهينا من شرح الوحده الثالثه اللي هي مبادئ الوراثه، وان شاء الله يكون ما فيش فيها اي مشكله. لو عندك مشكله تواصل معنا هنا في الكومنتات ان شاء الله هنرد عليك في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.